ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحه وخير. دايما معاكم جو من قناه كرشفو حبيب قلب عم كوكو. حبيبي يا جو. حبيبي يا كوكو، وحشنا كالعاده حبايب قلبنا. والنهارده مطعم كان عامل معانا قلبان اول ما فتح، كان في فرع وسط البلد. فتح فرع في روكسي، عامل اختراع لسه جديد طازه، وبصراحه انا وكيرو هنتجنن وندوقه. قول لنا ايه هو المطعم وايه هي الاختراعات يا عم كوكو؟ النهارده يا جماعه اليوم الاول جملي جدا. كل ما نيجي نصور فيديو يحصل مشاكل فنغير المطعم، يحصل مشاكل فنغير المطعم. والحمد لله كرم الشام جالنا بعد ساعتين ونص. طالبين الاوردر دليفري جالنا بعد ساعتين ونص. تعبنا النهارده. الحمد لله وصل بالسلامه. جبنا منه الاختراعات الجديده الشماريخ. أيوة. وما كناش جربنا كام حاجه كده، جبناها نجربها ونقول لكم راينا ايه. يا مسهل يا رب. وعايزين ايه؟ عايزين 20000 لايك شير فيديو في كل مكان. واللي لسه ما اشتركش في القناه بعد اذنك اشترك في زر التنبيهات عشان يوصلك كل جديد، نجيب كل ما هو جديد ونرجع لكم على طول وتروحوا اي حاجه. وها قد حضرت الاشياء. الموضوع مش شماريخ بس، الموضوع حاجات اول مره نجربها من كرم الشام. دي الشماريخ يا جماعه. ايه الاخبار الاوزان؟ بس هو المفروض كانوا بيحطوا في كراتين زي كده بيتهيألي، صح؟ ولا في ورق زي كده؟ والله ما فاكر، ما اعرفش. ماشي ما علينا، ده اللي وصل لنا وانتوا اكيد شفتوا فيديوهات تانية وفاهمين. دي طبعا اتقفشت انها كريبايه، احنا اول مره نجرب كريب من كرم الشام. ودي وفي هنا 2 عيش مع الحاجه التانية اللي ما جربناهاش. اسمها ايه؟ هريسه. دي هريسه شطه. هنظبط الحاجه دي كلها وربنا يكرمنا، بس انا حاسس ان الدنيا هتبقى كويسه وراجعين لكم على طول. ونبتدي بسم الله الرحمن الرحيم. والريحه والشكل جامدين قوي مغريين قوي جدا. واول حاجه معانا شمروخ الشاورما الفراخ، زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله مليان شاورما فراخ. هنكتشف بقى جواه توميه ولا جواه ايه. ومن بره بقى حته العيش التورتيلا اللي مقلي وعليه حبه البركه. سعر الكلام ده 100 جنيه وانا متفائل خير ان شاء الله. يلا بينا عم كوكو. يلا بينا. مزيكا. في جبنه جوه. الجبنه ممتازه والشاورما جوسي كده مش ناشفه، مع قرمشه العيش بحبه البركه اللي عليه. الموضوع جميل بس مفيش توميه، معرفش ليه، بس في انبساط وفي شبع وفي الموضوع كميه يعني. لا مبسوط جدا منه. سمعني رايك يا عم كوكو. طيب الطبقه اللي بره البريدنج دي جميله جدا، محطوط فيها توابل حلوه قوي. السمسم وحبه البركه عاملين شغل عالي. الجبنه هنا ممتازه جدا جدا. الشمروخ ده مليان شاورما فراخ الصراحه، ومليان جبنه كتير. يعني بصوا لا بيبص ازاي اهو. يعني عمال تنزل وموجوده بكثاره بالظبط. مفيش توميه خالص. طعمه حلو بيشبع. لو اكلت منه واحد تبقى يعني جدع خلصه. بالظبط. سعر ممتاز، ما فيهوش غلطه واختراع، وانا بقدر الاختراعات. فبصراحه شابوه ليك يا عم كرم الشام، تسلم ايدك على الحاجه الجميله دي. هو كان ناقصه بس توميه، بس غالبا هم صح لان التوميه مش هتاكل مع الجبنه الشيدر. ممكن يعني تجيب توميه خارجيه ممكن انت عايز تجرب بالظبط بتاع اختراعات. انما هي كده بصراحه مش ناقصه حاجه، الجبنه عامله الواجب وزياده. نعد. يلا بينا. 1 2 3. 10 من 10. الاختراعات دي يا جماعه، وبصراحه السعر مناسب جدا على الحشو والكميه والكواليتي. برافو كرم الشام، 10 من 10 اول حاجه. ويلا بينا نجيب اللي بعد كده ونخش بقى على تاني شمروخ معانا يا جماعه. زي ما انتم شايفين كده، ده شمروخ شاورما لحمه ما شاء الله يعني متغربق. سعره 140 جنيه. يا ترى اللحمه مع الجبنه الشيدر هتعمل ايه؟ يلا بينا ندوق. يلا. مش عارف، اول قطمه كده حسيت ان انا كنت مستمتع بالفراخ اكتر. لا ايه، انا حابب اقول ان الشاورما اللحمه هنا طعمها جميله جدا جدا. بس مش حاسسها ماشيه مع الجبنه. ايوه متفق مع كيرو طبعا ان الشاورما اللحمه وهميه حلوه جدا الضاني تحفه، ولكن حاطين معاها طحينه مع الجبنه الشيدر، فاللي هو باظ الميكس. وده اغلى ب 40 جنيه. لا هات ابو 100 جنيه، الفراخ اشد مليون مره. تعالى طب نجرب في الهريسه يمكن تظبط الدنيا. تعالى مننا بنحب الشطه. يا نهار اخضر، هو ايه اخد كل ده؟ براحتك. لا يا عم لا، هتعب. ما شاء الله، ده احنا هنتنفخ هريسه سك. اتفرج يا جو. الله يلا بينا. يلا بينا اتفرجوا يا جماعه. انا لسه رفيعه قوي، مالحه قوي. خلينا متفقين ان الشاورما اللحمه هتجيبها في العيش السوري او في العيش الفرنساوي هتنبسط جدا، لان حلوه بجد حرفيا. اتحطت هنا مع طبقه الكريسبي مع الجبنه الشيدر،
مع الطحينه دونت ميكس نهائي. نفس الراي. والهريسه دي مش حلوه لا خالص. سيئه جدا، دي ملح، دي شويه حاجه حمراء بالملح. فلا انا ما انبسطتش خالص، وابتدينا بدايه قويه بالفراخ، فلا اللحمه لا تقارن بالفراخ خالص في الشماريخ الجديده دي. هنعد. يلا بينا. 1 2 3. يعني 3 من 10. 1 من 10. مش حلو، واغلب 40 جنيه من الفراخ، خدوا بالكم. فطبعا الفراخ ينتصر، والحمد لله ان اللي جاي معانا كله دجاج. هنجيب اللي بعد كده ونرجع له. ودلوقتي مع الحاجه اللي اول مره نجربها من عم كرم الشام، ما كانتش موجوده اول ما فتح. زي ما انتم شايفين كده، دي وجبه قطعتين بروست عباره عن صدر وجناح. حاولت معاهم والله صدر وورك، بس قال لي على حسب اللي موجود في المطعم. ومعاها بطاطس ومعاها كول سلو، سعرها 115 جنيه للقطعتين. هي تعتبر قطعه طبعا، لان الجناح بيبقى في الصدر، فتضحكوش عليه. القطعه ب 115 جنيه، ومعاها البطاطس والكول سلو واتنين عيش. اوكي. كوكو بطاطس. يلا بينا. بسم الله. فين التوابل؟ انا ما حسيتش بقى. نسي احط توابل عليها، لسعه ملح كده جايه من بعيد، يعني حتى موفر في الملح. بطاطس ساده جدا، مليانه لحمه بس ساده. هدوه كل سلو الاول ولا الفراخ؟ كل سلو. يلا بينا بسم الله. اتفضل يا باشا، شوفتك اهي. اوكي. هي لونها غريب، لونها مغمق، دي مش مصفر طازه شوية مش ولا طازه. بس هندوق وهنعرف. طيب شكرا. دي سلطه خضراء. دي انا مش فاهم ده ايه، اقسم بالله ما فاهم ده ايه. مفيش طعم لبن. مفيش اي حاجه، مفيش حاجه ليها علاقه بالكول سلو بتاتا. الى الفراخ البروست بسم الله. طعم كوكي قوي، فراخ كوكي المجمده. احنا في متعه ما بعدها متعه. كيلو عمال يديني من عنده وانا اديله من عندي، وسيبونا نخلص ونرجع لكم. ده اللي فاض مننا يا جماعه، العظم. يعني لو حد حابب يعرف احنا بنعمل ايه في الاكل، احنا خلصنا، ما كنش ناقص غير ان احنا ناكل العظم. بصوا، اول مطعم سوري يعمل فراخ لا هي شبه السوري ولا هي شبه الامريكاني. دي فراخ بتاعته هو، تتبيله بتاعته هو، ممتازه وجميله. مشكلتها الوحيده ان انا طالبها سبايسي وهي مش مشطشطه، ولكن منتهى المتعه. تتبيله جميله جدا. بريدنج تحفه، قرمشه حلوه. الفراخ الصدر زي الورك بيدوب. عجبتني جدا جدا جدا. ممتازة. أفضل فرخة بروست من مطعم سوري جربناها أنا وكيرو على مدار 600-700 حلقة. ده رأيي أنا. هل أنت متفق إن دي أفضل فرخة؟ اتفق جدا جدا جدا. هي ممكن نقول سعرها غالي شوية. انا حاسس بكده، والله اعلم. احنا في زمن الاسعار. ما أنا مش عارف والله. مش عارف. ولكن ده لو هنقول إنها غالية، بس دي الغالي ثمنه فيه. انبسطنا جدا. البطاطس مش حلوة، هي فيها لحمة بس ما فيهاش توابل خالص. كول سلو طبعا ده مش كول سلو نهائي. بس انبسطنا جدا. نعد. يلا بينا. 1. انت قلت رأيك كله ولا لسه؟ انا قلت تمام. مفيش اي اختلاف. 1 2 3. 9.5 من 10. 9 من 10 وكيلو 9.5 من 10. ويا رب نكمل في السعادة. ونخش بقى على الشمروخ اللي بعد كده يا جماعه. زي ما انتم شايفين ده شمروخ كريسبي، برضه سعره 100 جنيه وجواه فراخ ستريبس المفروض يعني. ده انا توقعاتي انه اكتر واحد هيبقى واو، لان الفراخ الستريبس مع الجبنه الشيدر هي الواو. هتعلم. يلا بينا ندوق. يلا. طيب ده حجم الشمروخ بعد ما اكلت منه لغايه ما وصلت لاول الكريسبي. فكل اللي فات ده كان جبنه شيدر بس وبريدنج. فانا هبدا ادوقه واقول لكم رايكم، بس حبيت تكونوا معايا في الصوره. مش مبسوط من عده حاجات، ودي واضح ان في مشكله في البورشنز او الكميات اللي بيستخدموها مش ثابته. الجبنه هنا اقل بكتير من اللي كانت في الشاورما الفراخ او الشاورما اللحم. انا كنت انبسط لو قللت لي كميه الجبنه دي في الشاورما اللحم، لان معاها طحينه، فكنت هنبسط وتزود لي اللي من اللحم تحطه لي هنا. انما هنا الجبنه الشيدر قليله جدا. الفراخ الكريسبي قليله جدا، ما لا تقارن بالشاورما الفراخ. كان مليان. احنا وصلنا لفين؟ ومفيش، مش نفس حاسس الكلام. مش حاسس بطعم لا فراخ ولا جبنه تشيدر. التتبيله والكراست وحبه البركه والسمسم، الموضوع تحفه. ولكن هنا تحس ان الحشو فاضي. ده رايي يعني. نفس الكلام، مفيش اي اختلاف. مش حابب تضيف اي حاجه؟ خلاص نعد الارقام. هنعد على طول.
الحسابات دي ايه؟ ما انا مش عارف، ما هي الفكره عالميه والله العظيم، بس ده اتنفذ غلط او بكميات غلط. اللي عملوا غلط. 1 2 3. برضو انا 3 من 10. وانا برضو 1 من 10. نفس الارقام، ثابتين على موقفنا لحد يوم الدين انا وعم كوكو. ويلا بينا نجيب اللي بعد كده ونخش بتاني حاجه معرفناش نجربها من كرم الشام اول ما فتح، وهي الكريب. وزي ما انتم شايفين كده ده كريب ميكس فراخ، مش متكلف قوي لان احنا فتحناه من جوه ما لقيناش جواه غير شاورما فراخ وقطعتين ستريبس وقطعتين صغننين مع الجبنه الشيدر مع المايونيز مع الفلفل الالوان والطماطم والزيتون. سعره 85 جنيها. يلا بينا يا عم كوكو. يلا بينا. بالنسبه لميكس الفراخ، ايوه الكريبات دي يا جماعه قطع الستريبس اللي فيها كانت ناشفه جدا، تحس انها مقليه من الصبح. تمام ممكن فمنشف عليها التجربه. خلصنا من قطع الستريبس ودخلنا ندب في الشاورما. ايوه الشاورما طبعا حلو، بس عيش الكريب مش ماشي مع الشاورما. يعني انا لما اجيب كريب شاورما فراخ ما كيفنيش الصراحه. الكاتشب في الموضوع مبوظ التجربه برضه، فما بسطتنيش الكريبات دي. انا ما بسطتنيش الكريبايه اوفر اول، ولكن حته لو كانت الكريبايه دي شاورما فراخ بس مع التوميه بالنسبه لي تجربه مختلفه وعجبتني. ولكن الستريبس مع الكاتشب مع الفلفل الالوان اللي ما حسيتش بطعمه ده اساسا بوظ التجربه. انما لا، انا ممكن اجرب ان انا اجيب كريبايه فراخ سوري بالتوميه تاني بس يقرص على العجينه، لان العجينه كانت طريه خالص. ممكن، بس كانت برضو التتبيله بتاعتها او العجنه بتاعتها عاملها حلو بصراحه، طعمها حلو، ولكن التسويه هي اللي مش مظبوطه 100%، ولكن مقبوله جدا. الستريبس بوظ علينا الموضوع بصراحه. اوكي يبقى متفقين تقريبا، بس انا عجبني وانت لا. مظبوط. عجبني الشاورما الفراخ في الكريب، مش الكريبايه اللي قدامي دي، فكره الشاورما الفراخ عامه. هنعد 1 2 3. 2 من 10. انا 5 وكيلو 2 من 10. معانا حاجه تاني؟ ده لسه راجعين للشماريخ. هنجيب الشمروخ ونرجع لكم. نخش بقى على اخر شمروخ معانا يا جماعه، وسيبنا لي الاخر. أيوة. ده شمروخ ميكس شاورما فراخ وستريبس. ايوه وفراخ ستريبس. ده برضه سعره 100 جنيه بس حجمه ما شاء الله يعني كبير. وانا شايف الشاورما الفراخ هي اللي ظاهره قوي. وهنشوف بقى. يلا ندوس فيه. يلا. عالمي لتاني مره، عالمي. على عكس شمروخ الكريسبي، الستريبس هنا كانت جميله وكانت طازه، عجبتني جدا. بس هنا المشكله ان هم بيحطوا الشاورما في جنب والستريبس في جنب، فانت اقعد تدور بقى ابحث مع الشغل يعني فمش محطوطين على بعض. الشاورما لوحدها طعمها حلو، والستريبس هنا كانت جميله الصراحه وعجبتني جدا. كميه الجبن حلوه، زي ما اتكلمنا على الشمروخ ككل جميل ما فيهوش غلطه، فعجبتني. متفق ان الفكره تحتاج 1,000,000 فكره الشمروخ دي جميله بصراحه، ظبطوها حلو قوي مع شويه ظبط مكونات داخليه. بقى انت الخارجي بتاعك تحفه بصراحه، اظبط الدنيا من جوه. يعني لو حطيت زيتون هيفرق. ابتكر، ظبط الدنيا. انبسطت منها. ممكن تقل سنه عن الفراخ لوحدها، ولكن في قوه اول حاجه برضو جربناها الشاورما الفراخ. انبسطت منها جدا. سعرها 100 جنيه مشبعه للهلاك. التنويه تنويه جامد. بتلكم هتاكل واحده هتزعل يعني. طيب متفقين انها حلوه. انا 1 2 3 9.5 من 10. 8.5 من 10. انا 9.5 من 10. هي تقل سنه عن الثانيه ولكن ليس كثيرا. السعر ممتاز، الكواليتي ممتازه. خد بالك من الحاجات اللي قلنا عليها عم كرم الشام، حته ان الطحينه مع الجبنه في الشاورما اللحم دي ضيعت الدنيا. صعبه كانت موضوع يعني. جبت الشامي جنب المغربي فمفيش دونت ميكس. البروست بتاعك اشكرك عليه من ورا العقل. الوهم ما نعرفش ده بقى حظنا ولا ايه، بس لا كان جميل بصراحه. سعره غالي شويه ولكن يستحق هذا السعر بصراحه، من نظافه وتتبيله وقرمشه وكل حاجه. كان ناقص بس ان يبقى مشطشط عشان ده السبايسي، امال الاوريجينال هيبقى طعمه ايه؟ فمحتاج يتشطشط شويه. انبسطنا من اختراعات كرم الشام. ولا كرم الشام لسه تقيل، رغم ان انا وكيرو بقالنا كتير بنسمع شتيمه كتير في كرم الشام. لا احنا شايفين ان هو مازال لسه تقيل. واحنا يا جماعه لا بتوع دعايه ولا بتاع، احنا في حاجات احنا نص الفيديو مدينه حايد، فيعني ما تقلقوش من الحته دي.
انبسطنا وهندي اوفر اول في الاخر. حابب تضيف اي حاجه يا اخي في لا. الله؟ 1 2 3. 8.5 من 10. والله كنت عايز اقول له نص بس كسلت. هو 8. انا 8 وجيرو 8 ونص. وشكرا ليكم اللي وصلتوا معانا لغايه هذا العب من الحلقه او هذا الجزء. وعايزين ايه يا باشا؟ عايزين 20,000 لايك شباب فيديو في كل مكان. واللي لسه ما اشتركش في القناه بعد اذنك اشترك وفعل زر التنبيهات عشان يوصلك كل جديد. ونشوفكم على خير في فيديوهات جديده. وكان معكم جو كيرش بوي وكيرو. سلام.